ازاي ابراهيم دياز بقى اسطورة المغرب في افريقيا 2025 وهو السبب انهم يصعدوا لربع النهائي. انا ابو الكباتن اللي بيعجبني في ابراهيم دياز انه بيحب قميص المغرب اكتر من الشهرة. لاعب بيلعب بقلبه وبكامل حواسه. لاعب انا شخصيا بحب الكرة وهي في رجله، بحسه بسيط وجميل، محترف في ريال مدريد وجاي يلعب في ادغال افريقيا عادي جدا، ولا شايف نفسه على زمايله ولا بتعالى على الكرة ولا اي حاجة. ده بالعكس، ده هو الوحيد المتحرك وهو مصدر الخطورة الاول عند منتخب المغرب. تحس ان هو بيلعب في ادغال افريقيا من وهو صغير. ابراهيم دياز مش لاعب عادي، ولو انت مش مصدقني انا هخليك تصدق دلوقتي. ده سجل في 4 ماتشات متتاليه للمغرب، وده لاول مره في تاريخ كاس الامم. ضد جزر القمر سجل، وضد مالي سجل، وضد زامبيا سجل، وضد تنزانيا سجل. ما شاء الله يا ابو الكباتن ولا كلمه. هدف ابراهيم دياز جه في الدقيقه 64، ولو عدت الهدف هتشوف ان اللي مرر الكوره قبل الهدف هو اشرف حكيمي. بس دياز عمل حركه حلوه قوي. بعد ما سجل الهدف وهو بيحتفل رفع قميص عز الدين قناح زميله المصاب، وبالنسبه لي دي لحظه انسانيه رائعه. ودلوقتي يا ابو الكباتن المغرب رسميا في ربع النهائي بفضل لاعب واحد اسمه ابراهيم دياز.